السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي ميعادنا مع مراجعة امتحان الشهر للصف الأول الثانوي. امتحان أو مراجعة امتحان شهر نوفمبر هتكون بشكل مختلف، بشكل بسيط، عبارة عن شوية جمل هتعرفك إيه المعلومة اللي مطلوب تكون عارفها في وقت امتحانك. ما تقلقش، الموضوع سهل وبسيط، زي ما قلنا هي مجرد شوية جمل هتسهل لك الموضوع جدا إن شاء الله. أول درس معانا في المراجعة هيكون درس الحياة الاقتصادية، وهنتكلم في الحياة الاقتصادية عن الاقتصاد بتاع المصري القديم. ربنا ادانا نهر النيل اللي علمنا نزرع، ادانا الصخور والمعادن اللي خلتنا نصنع، ادانا البحرين الاحمر المتوسط وموقعنا المتوسط اللي خلانا نتاجر. نبدا ونشوف الزراعه. بالنسبه للزراعه فكانت هي اساس الرخاء في البلاد، اللي خلت المصري القديم يكون عنده رخاء، معاه ثروه، معاه فلوس. نكمل ايه كمان يا مستر؟ وثرواتها، الفلوس كلها كانت جايه من الزراعه. ماشي. اهم المحاصيل، قالك بص، كان بيزرع المصري القديم حبوب زي القمح والشعير. خد بالك ممكن ما يقولش حبوب ويقول لك غله، ودي الحاجه اللي كان المصري القديم بيخزنها. ركز في كل كلمه هقولها في الفيديو. بقول زي العدس والترمس. بقول دي طبعا بتكون الحبوب اللي فيها بروتين. نباتات الياف زي الكتان، ودي اللي بيعمل منها الهدوم. في كمان خضروات زي البصل والثوم والخس. ماشي. عندنا كمان اشجار مثمره زي البلح والعنب والتين، دي كلها اشجار مثمره. اخيرا نباتات زيتيه زي السمسم، دي نباتات بتتعصر تطلع زيت اللي هو السمسم. خليك فاكر ان احنا زرعنا السمسم للزيت. المصري القديم بيعمل اكتفاء ذاتي. يعني اكتفاء ذاتي يعني بيقدر يعيش حياته من غير ما يحتاج يشتري حاجه من بره، كل اللي معاه اللي محتاجه موجود معاه. من المحاصيل وحافظت على او حافظ كمان على الحبوب والغلال، او ممكن بدل الحبوب والغلال يقول لك القمح والشعير. الحبوب والغلال او القمح والشعير باستخدام الصوامع. طبعا ايه الصوامع؟ بناء بيبقى مخروطي، بيكون ليه سلم وفتحه من فوق بيحط فيه الغلال من فوق، وفي فتحه من تحت يخزن فيه الغله الحبوب او القمح والشعير، ولما يحتاج يطلعها يفتح الفتحه اللي من تحت يطلع الغله على طول. الارض كانت كلها ملك للفرعون. طبعا هنا مفيش عداله اجتماعيه، لو سالني كده مفيش عداله اجتماعيه، الارض كلها بتاعت الفرعون. ويتم تكليف الفلاح بزراعتها وبيدفع جزء كبير منها كضرائب. معظم الزرع بيتساب للفرعون كضريبه. في نفس الوقت مع الملكيه بتاعت الفرعون كان في ملكيه خاصه. ملكيه مين الخاصه دي؟ قال لك الاراضي اللي بيمنحها، معلش مكتوبه غلط مع اني مراجعها، للقاده المخلصين وكبار الموظفين. ليه بيديها للقاده؟ عشان ولائهم. ليه بيديها الموظفين؟ تقدير لمجهودهم، يبقى تقديرا لجهودهم او لولائهم، وبيديها لهم هم والورثه. وفي ملكيه الاوقاف، طبعا دي بيبقى ليها اهميه دينيه. ملكيه الاوقاف بتنفق على المقابر والمعابد. تعالى يا سيدي لان الملك ابن محات الثالث بنى سد اللاهون. مين ابن محات الثالث؟ ده ملك من الاسره ال 12. ابن محات الثالث تبع عصر الدوله الوسطى. ابن محات الثالث العصر اسمه الثاني عصر الرخاء الاقتصادي. عمل ايه؟ قال لك بنى سد اللاهون. ليه؟ قال لك عشان يمنع الفيضان من اغراق الارض. ماشي، الفيضان ما يغرقش الارض، ويخزن الميه بتاعت الفيضان عشان نستفيد منها عند الحاجه. ايه عند الحاجه دي؟ عند الجفاف. طبعا الملزمه انا هسيبها لك في الديسكريبشن تحت، تقدر تنزلها وتستخدمها في اي وقت. بسبب سد اللاهون تم استصلاح 27,000 فدان. زرعنا بسببه 27,000 فدان. تمام. كمان انشأنا مدن جديده حوالين بحيره موريس. يبقى مدن جديده حوالين بحيره موريس. مين موريس دي يا مستر؟ بحيره قارون دلوقتي. عشان كده كان ليها قيمه، او سد اللاهون ليه قيمه اقتصاديه عشان الزراعه، يعني دي وعمرانيه اللي هي ان هو بنى مدن جديده، يبقى دي لها علاقه بدي. يبقى ممكن بدل عمرانيه يقول لي اجتماعيه، لان ظهرت مدن جديده يعني مجتمعات جديده. نكمل. كانت مصر تتبع الاداره السليمه الحازمه في وقت الازمات. لما يكون في ازمه بتعمل اداره سليمه وحازمه، وبتحط استراتيجيه لمواجهه الطوارئ. اكبر دليل على ده قصه سيدنا يوسف، ان هم بيعدوا المخاطر بسهوله. الحيوانات كانت بتتربى في الدلتا. ممكن بدل الدلتا يقول لي في شمال مصر، ممكن بدل شمال مصر يقول لي وجه بحر، ممكن بدل وجه بحر يقول لي مصر السفلى. مصر السفلى في الشمال. ها، المهم يا سيدي على ايدي رعاة محترفين كانوا بيربوا البقر. وخليك فاكر ان اهم حيوان عندهم البقر. اشمعنى البقر؟ بسبب كثره فوائدها، ان هي ليها فوائد كتيره جدا البقر. كمان ربى اغنام، ماعز، بط، وز، فراخ، حمام، نحل. نكمل. استفاد المصري من الحيوانات في اعمال النقل والزراعه. ايه فايده الحيوانات؟ بينقل بيها او بيزرع بيها، وبياخد منها الصوف، الوبر، صوف
وبر، شعر وجلود، كل دي حاجات ايه للهدوم. واللحمه طبعا اي حيوانات بتتاكل في الوقت ده. تعال للصيد. قال لك الصيد كان 3 انواع. نشرح اللي في النص الاول، نشرح ده الاول عشان الاثنين التانيين لهم اسئله. صيد الطيور كان بيصطاد حاجات مش محتاجه مجهود، حاجات من الاخر بطيئه احيانا زي السمان والبجع. مستر بياكل البجع؟ يا حبيبي ما هو كان فراعنه، فما اعرفش بصراحه في الاسلام البجع حلال ولا حرام، بس هو كان بياكل البجع مش فارقه معاه. طب تعال بقى لصيد البر وصيد السمك. قال لك صيد البر كان بيصطاد الغزلان والاسود من الصحراء، ودي كانتش بتجيب فلوس، ملهاش عائد اقتصادي، ما بتجيبش مصلحه. عشان كده صيد البر ده كان رياضه لعليه القوم الاغنياء بس. طب تعالى لصيد السمك. قال لك صيد السمك كان مصدر اساسي الغذاء بالذات للطبقه الفقيره. يبقى الصيد ده والصيد ده الاتنين كان ليهم اهميه، او بيورونا الفروق الاجتماعيه، ان في فروق اجتماعيه، ان في طبقه غنيه بتشتغل في صيد البر او بتحب صيد البر عشان تتبسط، في طبقه فقيره بتصطاد سمك عشان بس تاكل اللي معاش فلوس. خلصنا من الزراعه، نخش على الصناعه. قال لك الصانع المصري بيرث صنعته من ابيه وجده وبيورثها لعياله. طبعا دي بتخليه جامد جدا. يبقى اهم حاجه خليته يبقى جامد جدا في الصناعه العمليه دي، ودي تعتبر عمليه اجتماعيه، هو بيورثها فدي اجتماعيه. كمان له الحق في مزاوله الحرفه التي يريدها، حقه يشتغل الشغلانه اللي على مزاجه. وصلت كفاءه الصانع المصري الى حد الاتقان، اعلى مراحل الجوده يا ولاد، خاصه بعد ما عرف اسرار وخصائص المواد الخام. ايه اللي خلاه يعرف اسرار وخصائص المواد الخام يا مستر؟ كان بيورث الصنعه من ابوه جده وبيورثها لابنائه. يبقى اللي خلى المصري القديم يعرف اسرار وخصائص المواد الخام انه كان بيورث الصنعه من ابيه جد. لو انا بورث حاجه من جدي هيقول لي كل حاجه. طب لو كمان يا مستر بورثها لابني، هل هخبي على ابني حاجه؟ لا، هقول له كل حاجه. فبيورثها من ابوه جده، بيورثها من ابوه جده، بيورثها لابنه، وده خلاه يعرف اسرار المواد الخام. يبقى برضو اللي خلاه يعرف اسرار المواد الخام التفصيله الاجتماعيه دي. ماشي. اهتمت الدوله باستخراج المعادن. المصريين القدماء كانوا بيخرجوا معادن الملوك وبيبعتوا ناس تحميها وتامنها. تمام. كمان الملك كان بيتفاخر انه بيدي العامل حقه، بيدي العامل كل حقه، وبيمنع عنه السخره، ما بيخلوش يشتغل ببلاش، واجورهم بتصرف على شكل مخصصات عينيه، ما فيش فلوس. بياخد ايه؟ مخصصات عينيه. يعني ايه يا مستر مخصصات عينيه؟ نقدر نقول كان بياخد مثلا اكل، شرب، معادن، ايا يكن الحاجه اللي بياخدها. نخش دلوقتي على اهم الصناعات. قال لك بص يا سيدي، اقدم صناعه الحجريه. عشان ايه؟ هيحب يسالك عن مين اقدم حاجه. وكان بيصنع حجريه ايه يا مستر؟ قال لك عندك اواني من الحجاره، بيعمل طبق، توابيت، تابوت للملك، تماثيل. نكمل. تاني حاجه الفخاريه. صنع الفخار من استخدام ماده الغرين او الطمي، من الاخر الطينه. خد بالك الغرين او الطمي بيجي من الفيضان، يحصل فيضان يغرق الارض بالطينه او الغرين او الطمي. وده صنع منه بردك الاواني، طبق او الطوب للبناء. الصناعات الزجاجيه. قال لك بالنسبه للصناعات الازاز فاحنا سبقنا العالم في معرفه ان الازاز ده بيتعمل من الرمله البيضاء. يعني سبقنا العالم، يعني محدش عرف يعمله قبلنا، وده دليل على ان احنا كنا شطار جدا في الكيمياء. الصناعات المعدنيه. قال لك بالنسبه للذهب فصنعنا منه حاجات كتير، حلي، حلق، خاتم، اواني، طبق، واقنعه، اللي هو قناع زي قناع توت عنخ امون، وتيجان الملوك زي تاج توت عنخ امون. وبرده التوابيت، سواء احنا قلنا التوابيت هنا وجايين نقول التوابيت تاني هنا زي تابوت توت عنخ امون. بالنسبه للفضه فركز ان احنا ما كانش عندنا فضه. قال لك كان استخدامها محدود لقله وجودها، ما فيش في مصر فضه اصلا. الصناعات الخشبيه استوردنا ايه بالظبط؟ قال لك من بلاد بونت وفينيقيا. استوردنا من بلاد بونت وفينيقيا والنوبه. في فينيقيا استوردنا خشب الارز، اما بلاد بونت والنوبه فاستوردنا منهم خشب الابانوس. طب صنعنا من الخشب ايه؟ قال لك سفن، ماشي، اساس، توابيت، ابواب. خد بالك توابيت تاني، توابيت هنا، وفين توابيت تاني؟ توابيت هنا وتوابيت هنا. الصناعات القائمه على نبات البردي. قال لك بص يا سيدي، صنعنا من البردي الورق، وكانت مصر المصدر الوحيد ليه في العالم. وكمان صنعنا منه المراكب الخفيفه. ايه المراكب الخفيفه دي؟ الفلوكه الصغننه. السلال اللي هو السبت اللي هو تنزله من الشباك، حبال، الحبل، والحصر والفرش. خد بالك ان احنا عملنا من البردي حاجات كتير. اي حاجه يقول لك ليه المصري تعدد صناعته من الحاجه دي؟ ليه صنع من البردي حاجات كتير؟ ليه صنع من الخشب حاجات كتير؟ لانه عرف
اسرار وخصائص المواد الخام، كان عارف ايه سر الماده وخصائصها. وطبعا عشان مهارته، عشان هو شاطر جدا. الغزو نسيج، قال لك صنعنا كتان او عملنا هدوم من الكتان. احنا زرعنا الكتان في الصناعات. والصوف، احنا كنا بنربي خرفان اغنام في صوف. والحرير، هل احنا قلنا اي حاجه عن الحرير؟ او بالمناسبه الحرير بيجي من دوده اسمها دوده القز. هل جبنا سيره دوده القز او الحرير؟ لا. وبالتالي الحرير ده مصري ولا مستورد؟ مستورد. ماشي في النسيج. وكانت النساء الشغلانه بتاعت الهدوم دي حريمي، تقوم بتلك الصناعه. تعالى للصناعات الجلود، صناعه الجلد، قال لك المصري كان شاطر جدا في دبغ الجلود، بينظفها من الحاجات اللي فيها. بيعمل إيه من الجلد بعد ما يدبغه؟ قال لك بيعمل منه احذيه، جزمه، مقاعد، كرسي، اغطيه الوسائد، فرش المخده، ارضيه العربات، ارضيه العربيه اللي عارف العربيه بتاعت العجلات الحربيه بتاعت لكسوس، ارض ليها. واخيرا قرب المياه، قربة المياه اللي بيشربوا منها. بالنسبه مستر باسم للتجاره، قال لك نشطت التجاره الداخليه جوه مصر، كانت جامده. ليه؟ لان في قرى ومدن مختلفه، او في اسواق في القرى والمدن. وكان بيستخدم ايه في التجاره بتاعته؟ المقايضه. مستر يعني ايه مقايضه؟ مبادله سلعه بسلعه اخرى. ركز. كمان كان بيعتمد على الامانه والثقه، هو مآمن وواثق في التاجر التاني بما انه مصري زيه. اهم حاجه بقى في النقطه بتاعت التجاره دي انه استرشد بايه في التجاره؟ بالحكم والوصايا. في قوانين، بس هو اعتمد على القوانين ولا الحكم والوصايا؟ الحكم والوصايا. حكيم بيأمرني ان انا احترم نفسي، فكان بيحترم نفسه. القيم والوصايا، الحكم والوصايا الاخلاقيه في الممارسات التجاريه. تاجر المصري القديم مع فينيقيا، كان بيتاجر مع فينيقيا. خدنا ايه منهم؟ ايام سينفرو. خدنا ايه منهم؟ 44 سفينه. خدنا ايه منهم؟ خشب الارز. يبقى تاجرنا مع فينيقيا في زمن سينفرو، بعت 40 سفينه سنفرو عشان يجيب منهم خشب الارز اللي هي شجره الكريسماس. السؤال الاهم، واي ملك حاول تفتكر ان احنا نعرف الملك ده من انهي عصر، لو انا نسيت حاول تعملها انت. سنفرو ده من الاسره الرابعه، يعني تبع عصر اسمه عصر الدوله القديمه. طب اسمها الثاني عصر بنات الاهرام. تاجر المصري القديم مع ليبيا، ما قالش مين اللي تاجر مع ليبيا بالظبط. خدنا منها الزيوت زي زيت الزيتون، يبقى كده خدنا من ليبيا زيت، والجبنه احنا عملنا زرعنا السمسم عشان ناخد منه زيت. والماشيه، ايه الماشيه دي؟ بقره، جاموسه، وهكذا. في عصر الدوله الحديثه حدثت طفره، كنا بنتاجر جامد قوي في الحديثه في التجاره الخارجيه، ومصر بقت امبراطوريه. وصلنا الى جزر البحر المتوسط. في الامتحان مش هيقول لك جزر البحر المتوسط، هيقول لك دول او قاره اوروبا. بلاش دول، بدل دول هيقول لك قاره اوروبا. امتى تاجرنا مع قاره اوروبا؟ ركز معايا. فين في عصر الدوله الحديثه. نكمل. في العصر المتاخر عندنا بقى الملك ناخاو. في العصر المتاخر بعد بعثه من الفينيقيين تدور حوالين افريقيا. قعدت قد ايه؟ قال لك 3 سنوات. طب وبدات منين؟ قال لك من خليج السويس، كان اسمه الاوديسا البحريه. رجعت تاني لفه كامله لغايه ما وصلت لمضيق جبل طروقه. طيب مستر باسم الرحله دي لما جيت رجعت معاها ايه؟ قال لك محمله بجميع الخيرات اللي خدوها من الموانئ اللي مروا عليها. تعالى لوسائل النقل. في عندنا كذا وسائل نقل. في وسائل نقل اولا نهري. النهري عادي والبحري عادي. نهري من خلال نهر النيل، البضائع بتتنقل على مراكب صغيره من الجنوب للشمال والعكس. اما من السفن قال لك كان في سفن كبيره بتجوب البحرين الاحمر والمتوسط. سيبك من الاثنين، تعالى للاهم، النقل البري. قال لك كان في دواب للنقل بتركب على دبه او زحافات تجرها الثيران. زحافه يتحط عليها الحجر والجري والطور يمشي بالزحافه، والزحافه تزحف على الرمل. ده كله كان قبل ما نستخدم مركبات تجرها خيول. امتى ظهرت المركبات دي؟ في الدوله الحديثه. اشمعنى يا مستر في الدوله الحديثه؟ لان احنا خدنا المركبات دي من فكره العجلات الحربيه. العجلات الحربيه عرفناها في اخر لقطه في عصر الانتقال الثاني، طردنا بيها الاكسوس. وبعد ما طردنا الاكسوس بيبدا العصر الحديث اللي عرفنا فيها المركبات. هيسالني ازاي؟ هيقول لي امتى النقل بقى اسرع؟ هقول له في الحديثه. امتى النقل كان بطيء؟ اقول له في القديمه. امتى او في الوسط، اي عصر قبل الحديث عموما. امتى النقل كان بيعتمد على الحيوانات فقط؟ في قبل اي حاجه قبل الحديثه. امتى اعتمدنا على مين عشان نعرف الوسائل النقل الجديده؟ الهكسوس، لما هم اللي عرفونا.
نخش على الملك سنوسرت الثالث. سنوسرت الثالث عمل ايه يا مستر؟ قال لك عمل مشاريع تجاريه، فهنلاقيه عمل مثلا قناه في الجندل الاول، قناه في الجندل الايه الاول عشان يتاجر او اكتر مع النوبه. ركز، هو مركز مع مين؟ مع النوبه. وقناه سيزوستريس برضك عشان يربطنا مع مين؟ مع بلاد بونت. واضح ان هو مركز قوي مع النوبه ومع بلاد بونت، مركز قوي مع النوبه ومع بلاد ايه بونت. واضح ان هو تركيزه الاكتر مع الجنوب. برضه يسالني هنا عن ايه؟ عن قناه الجندل الاول. امتى تجارتنا مع النوبه شمال السودان ايا يكن قالها ازاي؟ كانت معتمده على الطريق البري بس، اي حاجه قبل الوسطى، لان سونوسيرت الثالث كان تبع الاسره ال 12، اي تبع عصر اسمه عصر الدوله الوسطى. امتى النقل مع النوبه؟ اعتمد على النقل النهري من اول سونوسيرت الثالث، من اول عصر الدوله الوسطى او سونوسيرت الثالث ذات نفسه. طب قبل كده لا، كان بري بس لان في جنادل بتمنع ان احنا نعدي، فهو عمل قناه في الجندل الاول. مستر مكسوف اسالك يعني ايه جندل؟ الجندل يا حبيب قلبي صخور صعبه جدا صلبه جدا بتسد مجرى النهر. صدرت مصر النوبه. كنا بندي ايه للنوبه؟ نحاس ماشي عادي، منسوجات هدوم عادي، اسلحه، حبوب، خد بالك ان احنا صدرنا حبوب، وكتان، واواني حجريه وفخاريه. تعالى بقى اللي خدناه منهم: بخور، عطور، طبعا حاجات زي بعض، مواد التحنيط عشان بيحب يجيب لك صوره شخص بيتحنط ويقول لك استوردنا الحاجات اللي بتحصل بسببها الصوره دي منين؟ الكروم اللي هو العنب اللي بيتعمل خمره، والزيوت. ايه ده زيوت تاني؟ احنا كده خدنا الزيوت من ليبيا ومن السودان او شمال السودان، وخشب الابانوس والعاج والذهب. مستر ايه العاج ده؟ العاج يا حبيب قلبي عارف الفيل؟ جنب زلومه الفيل بيبقى فيه قرون صغننه كده، هي دي العاج. نرجع بس للموضوع بتاع الزيوت. طب الزيوت دي اللي هي من شمال السودان خدناها من جهه ايه او بلاد النوبه؟ من جهه الجنوب. طب الزيوت بتاع ليبيا خدناها من انهي جهه؟ جهه الغرب، بخلاف ان احنا كمان عندنا زيوت اصلا بتاعتنا. تاثرت منتجات النوبه بالصناعات المصريه، صنعوا زينا. صنعوا ايه زينا؟ قماش ماشي. كمان استخدموا الخرز في زخرفه الملابس ماشي. الملوك بتوع الاسره السادسه كانوا بيحبوا يبعتوا ناس تتاجر مع بلاد النوبه، وكان دايما كل الناس يبعتوهم بعثه يبعتوها بيكون لها رئيس. الرئيس بتاع البعثه في اشهر واحد كان الرحاله حرخوف. اشهر رحاله راح لشمال السودان اسمه الرحاله حرخوف. بلغت العلاقات التجاريه ذروتها مع بلاد بونت. امتى كانت مع بونت جامده؟ قال لك ايام حتشبسوت. بعتت ايه حتشبسوت؟ 5 سفن كبار. جابت ايه من هناك؟ ركز بقى عشان بيسال. محاصيل زراعيه نادره ما شفناش قبل كده، خشب الابانوس، خد بالك ده كده خدناه من بونت والنوبه. العاج اللي هو بتاع الفيل اللي سالك عليه خدناه من الاثنين. اشجار البخور، هنا خدنا الشجره كامله، هناك خدنا البخور جاهز. عطور وحيوانات نادره بالنسبه لنا في الوقت ده زي الزراف والقرده والفهود. وقد وثقتها على معبدها، المعبد بتاع حتشبسوت اللي رسمت عليه الرسمه، معبد الدير البحري. كان مركز التبادل التجاري مع افريقيا مدينه مين؟ اسوان. اكتر مكان بنتاجر من خلاله مع افريقيا. اشمعنى اسوان؟ قال لك لموقعها الجغرافي. موقعها حلو، مش حلو عموما قد ما هو قريب قوي. هي عندنا اسوان في مصر بس كان قريب قوي من شمال السودان، فسهل جدا نتبادل السلع هناك. خلصنا من اول درس. طبعا نخش على الدرس اللي بعده، الحياه السياسيه. قال لك تكونت في بدايه مصر، يعني تكونت في البدايه من قرى ومدن. الوحده السياسيه كانت قرى ومدن في الاول، عشان كده بعد كده تظهر الاقاليم. خد بالك بقى هنا الاقاليم قبل مصر ما تتوحد، وتوحدنا لاول مره على عام 42 قبل الميلاد. مين اللي وحدنا في الفتره دي 42 قبل الميلاد؟ ما نعرفش. لو انت فكرت في نعرمر فانت عبيط. نكمل. المهم يا سيدي، واحد من حكام الدلتا، وكانت العاصمه ساعتها اون اللي اتسمت هيليوبلس اللي هي النهارده عين شمس. واتقسمنا، يعني الوحده دي فشلت، واتقسمنا بعد الوحده اللي احنا ما نعرفش مين اللي عملها دي لمملكتين، مملكه شمال ومملكه جنوب، الاثنين عكس بعض. مملكه شمال التاج بتاعهم احمر، مملكه الجنوب التاج بتاعهم ابيض. مملكه الشمال شعارهم بردي، الجنوب لوتس. الشمال بيعبدوا الثعبان الكبرى، الجنوب بيعبدوا انثى النسر. الشمال العاصمه اسمها بوتو، فالجنوب العاصمه اسمها نخبه. كل حاجه عكس بعض، لغايه ما جت الوحده التاريخيه على ايه؟ عام 3200 على ايد الملك نعرمر طيبه او نعرمر مينا، اللي كان قبل ما يعمل الوحده حاكم اقليم طيبه. الراجل ده كان بيحكم طيبه قبل ما يوحد مصر. بعد الوحده اختار العاصمه منفي في النص. من اسباب الوحده قال لك بص يا سيدي، ايه اللي خلى المصريين يتحدوا؟ نهر النيل.
اللي كان بيربط السفن. فاكرين موضوع الانحدار؟ نهر النيل بينحدر من الجنوب للشمال، ومن الشمال للجنوب في رياح اسمها الشماليه بتسوق السفن. تاني حاجه انبساط ارض الوادي وامتدادها من الجنوب للشمال. ان الارض عندنا يا اولاد منبسطه مفروده، اي حد عايز يروح في اي حته في مصر هيتمشاها على رجليه عادي، مفيش جبل في النص، مفيش هضبه عاليه، مفيش وادي عميق يمنعك انك تعدي، فالارض مفروده. اخر حاجه خيرات، لا اللي قبل اخيره، خيرات مصر وخصوبه اراضيها. ايه خيرات مصر وخصوبه اراضيها؟ الارض الخصبه والخيرات اللي عندنا كان لازم نكون ايد واحده عشان نتحد ونحمي الخيرات دي، في نفس الوقت نستثمر الخيرات دي. نكمل. عناصر الحكم. اعلى حد عندنا كان الملك او الفرعون. المصري القديم كان بيعتنق فكره الملكيه المقدسه، الملك بيتعبد، وتركزت في يد الفرعون كل السلطات. ده بيعلمنا ان مصر لم يكن فيها، لا يوجد، ما عندناش ايه، فصل بين السلطات. تقولش السلطات عيب. من مهام الفرعون، الفرعون بيعمل ايه؟ قال لك يا سيدي الفرعون بيعين وزراء وكبار الموظفين. خد بالك دي سلطه ايه يا مستر؟ تنفيذيه. كمان بيشرف على المشروعات، برضو دي سلطه تنفيذيه. بيعلن الحرب وبيقود الجيش وبيعقد المعاهدات، دي كلها سلطه ايه دي يا مستر؟ سلطة ايه دي؟ عسكرية. آخر واحدة بيصدر المراسيم والقوانين. طب بيصدر المراسيم والقوانين دي سلطة ايه بقى؟ أنا عملت لك متاهة هنا. تشريعية. يعني ايه مصر الحاجات دي بقى؟ تعال نشوف. بيعين الناس، طبعا هو المسؤول عن الموظفين كلهم، بيشرف على المشروعات، أي مشروع عايز يعمله، عايز يغير حاجات في المشاريع يغير، بيعلن الحرب، بيقود الجيش، بيعمل معاهده، كل ده له علاقه بالسياسه الخارجيه للدوله. بيصدر مراسيم وقوانين، بيكتب القانون بنفسه، بيحدد صيغه القانون بنفسه. طبعا دي تشريعيه. بالنسبه للوزير، امتى بقى في وزير؟ لان ما كانش في وزير في الاول. قال لك ظهر المنصب في عصر الدوله القديمه، وساعتها كانت اللي بيتعين اسره الملك بس، عشان هم اهل ثقه، الملك بيثق فيهم. يعني كان في واسطه، كان في واسطه، ما كانش ماشيه بالحب، لغايه ما بعد كده ثم تم تعيينه من اصحاب اهو بدات يبقى ما فيش واسطه اهو، اهل الكفاءه والعلم ورجاحه العقل. في عصر الدوله الحديثه بقى في وزيرين، وعندنا وزير في طيبه بياخد باله من الجنوب، والتاني في منف للشمال والوسط. بص هنا وجه قبلي، الجنوب هنا مقصود بها وجه قبلي، هنا وجه بحري، ومصر الوسطى. اشهر الوزراء عندك امحوتب، وده وزير الدوله القديمه، اشهر وزير في الدوله القديمه. مين ده؟ تسمع عن سنفرو اللي عمل الهرم المدرج؟ مش هو اللي عمله، هو اتدفن فيه بس. صاحب فكره الهرم المدرج بقى وزير سنفرو امحوتب. اما عندك كمان رخ-ميرع، وده يا سيدي في عصر الدوله الحديثه، وطبعا بردك ده كان الوزير في عهد ملك قوي جدا، كان وزير الملك تحتمس الثالث. من مهام الوزير، بيعمل الوزير؟ قال لك بيساعد الفرعون. الوزير بيساعد الفرعون، دي سلطة تنفيذية. نكمل. يرأس الإدارة المركزية. خد بالك ساعات في الاختيارات لما يحب يرخم ما يقولكش الوزير، يقول لك رئيس الإدارة المركزية، يبقى بيرأس الإدارة المركزية. كمان بيرأس المحكمة العليا. ثواني بس، تنفيذية. يرأس المحكمة العليا دي ايه؟ السلطة ايه دي؟ أول مرة نقولها، قضائية. ويعد كبير القضاة. ماشي، هو أهم قاضي. يسن بعض القوانين بتفويض من الملك، كمان بيحط قوانين بس مش بمزاجه، بتفويض من الملك. طبعا دي سلطة ايه كده؟ تشريعية، بيحط قوانين زيه زي الملك. ايه اللي موجود مع الملك ومش موجود مع الوزير؟ تعال نشوف. قال لك الملك معاه سلطة عسكرية والوزير معهوش. حاجة تاني، الملك مقدس، بيتعبد، المصريين القدماء كانوا بيشوفوه ان هو اله، الوزير مجرد موظف. خطاب الملك للوزير انا لخصته لك في 3 كلمات، بيناديه بالمساواة، ان عامل من تعرفه معاملة من لا تعرفه، لا تتوانى عن إقامة العدل، الشعب مستني منك العدل في كل الأوقات، وتطيع الأوامر، افعل كما تؤمر. الإدارة المركزية اللي بنشبهها النهاردة بالوزارات بتاعت دلوقتي، أكبر حاجة فيها مجلس ال10 الكبار، وده بيبقى رئيس الوزير هو الكبير بتاع ال10، وفي كبار الموظفين ماشي، بعض رؤساء الدواوين كم وزير، وبعض من حكام الأقاليم كم حاكم إقليم زي المحافظين دلوقتي. بيعمل إيه المجلس ده؟ قال لك بيشرف إشراف كامل على مرافق الدولة. سلطة إيه دي يا مستر؟ تنفيذية. بينفذ.
تعالى بعد كده كاتموا اسرار الملك، دولت مساعدين شخصيين، الملك ملوش صحاب، فكان بيعين ناس يكونوا مساعدين ليه، بيختاروا الملك بنفسه ويعدوا معاونين شخصيين للملك. بعد كده عندك دواوين الحكومه، قال لك زي ايه بقى؟ كل ديوان كان بيبقى ليه رئيس، ماشي. خزانه العامه شبه وزاره الايه؟ الماليه. عندنا كمان مخازن الغلال شبه وزاره الايه؟ التموين. السجلات والمحفوظات ما فيش وزاره بنفس المعنى. الزراعه هي الزراعه، الاشغال هي الاشغال، الصناعه هي الصناعه. القضاء بقى قال لك لا دي اسمها العدل، وزاره العدل، عشان لو حب يرخم. داخل الدواوين كان بيبقى فيه وظائف كتابيه، ودي بتضمن لصاحبها يترقى لاعلى المناصب، الا في عصر الدوله القديمه منصب الوزير. يعني الكاتب بيترقى لاي حاجه، الكاتب ده اللي مرسوم على 200 جنيه بيترقى لاي حاجه، ولكن في عصر الدوله القديمه كان الوزير بيتم اختياره من عيله الملك بس. فهل الكاتب في عصر الدوله القديمه ينفع يترقى لمنصب وزير؟ لا، لازم يكون قريب الملك، اخوه او قريبه. بالنسبه لحكام الاقاليم فتكونت مصر من 42 اقليم. خد بالك ان حاكم الاقليم ظهر قبل الملك، وكان منصب حكام الاقاليم اهو اقدم من الفرعون، ولكن بعد وجود الفرعون اصبح مين بقى اللي بيعين الحاكم؟ قال لك حاكم الاقليم بيتعين بواسطه الملك الفرعون نفسه، وبيشرف عليه الوزير، الملك بيختاره والوزير بيشرف. وكان منصب حكام الاقاليم في بعض الاحيان وراثيا، مش دايما، اوقات معينه وفي اقاليم معينه. حكام الاقاليم في فترات الضعف اتمتعوا بنفوذ واسع واستقل بعضهم عن الدوله. لما يكون الدوله بتضعف، اول ما الملك يكون ضعيف، بص علاقه عكسيه، اول ما الملك يكون ضعيف حكام الاقاليم هم اللي يسيطروا. والمهم يا سيدي فترات الضعف كان بيستقلوا بعضهم عن الدوله، وكان تهديدا للسلطه المركزيه، بيعملوا تهديد للملك، سلطه مركزيه عن الملك. طب وحكام الاقاليم بيتقال عليهم ايه؟ سلطه لا مركزيه. طبعا هسيب لك الملزمه تحت براحتك. الملك سنوسرت الثالث عمل ايه؟ سنوسرت الثالث قال لك نظم اداره الاقاليم للقضاء على نفوذ حكام الاقاليم، فالغى توريث منصب حكام الاقاليم. ركز ركز ركز، سنوسرت الثالث اضعف حكام الاقاليم. سنوسرت الثالث من الاسره ال 12 من عصر اسمه عصر الدوله الوسطى. سنوسرت الثالث عمل زي ملك خدناه في ملامح من تاريخ مصر القديمه. مين الملك اللي اضعف حكام الاقاليم زي سنوسرت الثالث ده؟ الملك منتحتب الثاني، اول ملك خدناه في العصر. يا سيدي لغى التوريث، يعني التوريث كان موجود لغاه خالص، ما بقاش موجود خالص، وعمل نظام بيخلي الاقليم خاضعا لسلطته، خلى الاقليم نفسه يسمع كلامه هو شخصيا. بالنسبه للثوره الاجتماعيه قال لك حصلت في مصر اول ثوره اجتماعيه في العالم، ودي كانت اخر الملك بيبي الثاني، ده اخر ملك في الاسره السادسه عصر الدوله القديمه، اخر ملك في القديمه خالص. المهم يا سيدي خرجت مصر من محنتها اكثر قوه. بص بقى، نظام الحكم اتحول من ملكيه مطلقه لملكيه مقيده، بدل ما الملك مطلق يعمل اللي عايزه بقى مقيد، وبيلتزم الملك بما يصدره من قوانين، القوانين اللي بيحطها لازم يلتزم بيها. كمان بترفع من قيمه الفرد، وبقى عندنا طبقه مش بتعتز بحسبها ونسبها، لا تعتز وبتعتز بقى بنفسها وقدرتها الماديه والعقليه. تشوف هي عملت ايه. تعالى للجيش. مصر ما بتحبش تحارب، بتميل للسلام ولا تفضل الحرب. ليه؟ قال لك عشان احنا اصحاب حضاره زراعيه مستقرين، ما عندناش حاجه نحاربها. في البدايه بدا يظهر بواكير الجيش، او لا ما كانش في جيش، كانت فرق عسكريه الاول. بعد كده بدات تظهر بواكير الجيش في الاسره السادسه. يبقى هيجي يقول لك ان الاسره السادسه فيها تناقض. ايه التناقض؟ ان في ملك ضعيف بيبي الثاني، فين بيبي الثاني؟ بيبي الثاني اللي حصلت الثوره ضده، وفيها ملك قوي اهو فين الملك بيبي الاول. ماله؟ قال لك في الاسره السادسه بدا يظهر في عصر بواكير الجيش. بدايه الجيش لما قدر القائد ويني القائد بتاعه ان هو ينتصر في اول معركه حقيقيه ضد الشعوب اللي بتسكن فلسطين. في عصر الدوله الحديثه ظهر جيش نظامي، او بص هنا كان في بواكير لسه في السادسه مع الملك بيبي الاول، لا في امتى بقى جيش نظامي؟ قال لك في الدوله الحديثه بعد ما طردنا الهكسوس، لتحقيق امننا وتكوين امبراطوريه او امانينا وتكوين امبراطوريه، اول امبراطوريه في التاريخ. اسلحتنا الاقواس طبعا زي علم الزمالك، السيوف والدروع زي اي حد محارب قديم، الفاس دي حاجه زي الفلاحين كده، والرمح والحربه، ودولت بيبقوا عصايه مقشه اخرهم سن، واخيرا العجلات الحربيه، وده كان سلاح الفرسان. خد بالك اخلاق الجيش. قال لك بص، كان يقاتل بعنف جنود الاعداء، اي عدو بيحاربه بمنتهى الشجاعه والعنف، وبيتعامل بتحضر مع المدنيين، اي شخص عادي بيتعامل معاه بتحضر. قاد احمس معركه التحرير ضد الهكسوس
احمس حارب الهكسوس ما كانش كمل 20 سنه، لان هم احتلوا البلاد بالعنف، كانوا بيستخدموا العنف معانا وانتصر عليهم وما كانش كمل 20. تحتمس الثالث بيحارب في معركه مجده امراء اسيا. امراء اسيا اللي كانوا بيتحكموا مننا اصلا، اللي اتحالفوا بقياده امير قادش. طيب ليه؟ قال لك عشان هم كانوا بيتحكموا مننا. قال لك بسبب خروجهم على الحكم المصري، خرجوا علينا بقوا ضدنا يعني، وعملوا تحالف سوري بقياده امير قادش زي ما قلنا، وبقى بيمثل خطوره علينا. الاسطول. قال لك بص، الاسطول في عصر الدوله القديمه كانت بدايته على ايد سنفرو اللي بعت 40 سفينه في الدرس الاول النهارده، واللي ارسل اسطول الى فينيقيا عشان يجيب خشب الارز. بعد كده في الدوله الحديثه بيكون ده العصر الذهبي للاسطول، بنعمل اساطيل كتير بالذات في عهد الملك حتشبسوت، وبيبقى فيه بقى ترسانات لصناعه السفن كتير. اهم لقطه جامده في الاسطول الملك رمسيس الثالث، ده من عصر الدوله الحديثه بعد رمسيس الثاني طبعا. المهم يا سيدي، قدر رمسيس الثالث انه ينتصر على شعوب البحر المتوسط ويهزمهم ويحطم اسطولهم على الحدود مصر الشماليه. فين يا مستر؟ عند الدلتا. الشرطه. امتى الشرطه ظهرت ككيان مستقل؟ في الدوله الحديثه. طيب بتعمل ايه؟ قال لك بتحافظ على الامن وبتقر النظام وبتجبر الناس تحترم سلطه الدوله. طب ايه اجهزه الشرطه او الشرطه؟ عندك شرطه محليه، كل اقليم ليه شرطته. شرطه خاصه، الجاردات، بودي جارد، ماشي. شرطه النهريه، النهارده في شرطه نهريه. شرطه المعابد زي شرطه السياحه، والحرس الملكي زمان اسمه الملكي، النهارده اسمه الجمهوري. اخر حاجه خلاص، اهتمت مصر ببلاد النوبه. ليه عملنا معاهم علاقات سياسيه؟ قال لك عشان نامن حدود مصر الجنوبيه، نحمي نفسنا من الجنوب من غارات البدو المتلاحقه، كمان نتاجر معاهم، نعمل معاهم علاقات تجاريه. طب الملك سنوسرت الاول تبع انهي عصر الملك ده؟ قال لك تبع عصر الدوله الحديث. عمل ايه بقى سنوسرت الاول؟ قال لك قسم شمال السودان قديما الى اقاليم اداريه شباب التقسيم المصري، قسمهم زينا. اشمعنى؟ قال لك عشان هو كان معتبر ان المنطقه دي تخصنا، بتاعتنا، مش محتلينها، هي جزء من مصر رسمي خلاص، وعين حاكم عليها. كمان في افراد في شمال السودان كانوا بيشتغلوا معانا في الجيش المصري، كنا بنسمي المنطقه هناك تاستي، الشعب هناك تاستيو، والارض تاستي. معناها ايه تاستي؟ ارض اهل الاقواس. ليه سميناهم كده؟ لان هم كانوا شاطرين جدا في استخدام الاقواس والسهام. وبكده نبقى خلصنا المراجعه بتاعتنا ومحتاجين شويه حل. بص، لو انت طالب بتحضر معايا، فاللي هيتحل دلوقتي هو واجب المحاضره السابعه، الثامنه، التاسعه، العاشره. هنحل 4 واجبات مع بعض دلوقتي حالا. طب لو انا طالب غريب، طبعا ده كتاب بتاعي مع الطلبه بتاعتي، مفيش اي مشكله، اقعد معايا، انا مش بقول لك امشي، اقعد معايا اتفرج على الحل، ده هيفيدك برضه وهيسهل لك الامتحان ان شاء الله. ده لو انت بتتفرج على المراجعه قبل الامتحان بكره، هيفيد لك في المراجعه ان شاء الله، وترجع تكتب لي كومنت حلو. نبدا مع بعض كده بالاخضر. اي من المحاصيل الزراعيه من هذه المحاصيل هذه الزراعيه، مكتوبه غلط من اول كلمه كده، ما شاء الله. قام المصري القديم بتخزينها في الصوامع. كان بيخزن من قدرات في الصوامع، طبعا يا قمح يا شعير. عرفت مصر استراتيجيات اداره موارد المياه العذبه في، كانت بتدير مياه العذبه في الدوله الوسطى. سد اللاهون الكلام عنه. بناء سد اللاهون ده ساعد على تحقيق انجازات طبعا اقتصاديه وعمرانيه. ما فيش عمرانيه، نبدلها باجتماعيه، كاتبينها في الملزمه اللي فاتت. خصص الفرعون ملكية بعض الأراضي الزراعية لبعض القيادات. مين بقى القيادات؟ قال لك سياسية وعسكرية. كان بيدي الأراضي لكبار الموظفين، دي سياسية. للجنود المخلصين، دي عسكرية. أنا مش هحل، أنا هفهمك الحل جه منين. نرفع دي كده. كان انتشار حرفة صيد السمك على نطاق واسع بين المصريين القدماء يعود إلى دوافع طبعا طبقات الناس فقيرة اجتماعية. تشكلت التربة المادة الخام للصناعة المصرية القديمة، مثل صناعات إيه؟ الزجاج والفخار. علاقة التربة بالإزاز والفخار؟ الزجاج بيتعمل من الرملة، تربة صحراوية. الفخار بيتعمل من الطينة أو الغرين أو الطمي، تربة طينية، الاتنين جايين من التربة. أي من الفئات الاجتماعية الآتية كانت من المحتمل أن تحصل على ملكية زراعية خاصة؟ مين من دولات ممكن ياخد أرض خاصة بالجيش؟ كبار الموظفين والجنود المخلصين. هنا الجنود مخلصين. أقام ابن محات الثالث مشروع سد اللاهون بغرض. ليه عمله؟ لحد من الكوارث الطبيعية، يخلي الفيضان ما يغرقش الارض ويحافظ على الميه لوقت الجفاف. ارتبط ممارسه المصري القديم بصيد السمك بعوامل طبعا مجتمع وفلوس، اقتصاديه واجتماعيه. طبقات المجتمع فقراء دي اجتماعيه، وان مفيش فلوس دي اقتصاديه.
ارتبط اتقان المصري القديم للصناعات بدافع، طبعا ان هو بيتعلمها من ابوه جده، يبقى في اجتماعيه. طب نختار انهي اجتماعيه فيهم؟ اجتماعيه وسياسيه؟ لا. اجتماعيه ودينيه؟ لا. اجتماعيه واقتصاديه، ان هو شاطر في الصناعه، ما هي الصناعه اقتصاد. عرف العمال في مصر القديمة مع الزمن خصائص وأسرار المواد الخام التي يستخدمونها، وظهر ذلك في إيه اللي ورانا إن هم كانوا شاطرين في استخدام المواد الخام. التقدم في صناعة الحلي وأدوات الزينة ممكن، ولا لا تعدد استخدامات نبات البرد، إن هو استخدم البرد في حاجات كتير. كان لوفرة الثروة الحيوانية في مصر القديمة أثر في الصناعة. الحيوانات، نشوف أي حاجة بتعمل من جلد الحيوان هنا. قرب المياه. حدد من خلال دراستك أقام ابن محات السائل السد اللي هم فيه. بص، ادي نهر البحر المتوسط، ادي نهر النيل، وادي خارج من هنا طلعت بحر يوسف والبحيرة هنا، فالسد كان هنا، يعني غرب الوادي. فين الغرب الوادي؟ موجودة غرب وادي النيل، عشان الخط ده اسمه الوادي والمثلث اللي فوق ده اسمه الدلتا. ليس هناك علاقة بين تطوير الصناعة ووفرة المواد الخام. تنطبق هذه المقولة في مصر القديمة على ممكن صناعة الخشب. هل احنا عندنا خشب؟ لا. هل احنا صنعنا حاجات جامدة من الخشب؟ اه. فتوفر المواد او تطور الصناعة ووفرة المواد الخام مفيش علاقة ما بينهم. يتضح من الشكل المقابل ان مصر الفرعونية كانت تتسم بسمة التقدم في إدارة الأزمات، تنمية الصناعة، موارد بشرية، كفاءة المهنية. لا، لأن هو طبعا بيخزن في الصوامع دي، أول ما يحتاج يطلع منها، فكان شاطر جدا ومتقدم جدا في إدارة الأزمة. تستخدم الدولة حاليا استراتيجية زيادة مساحة الأراضي الزراعية لزيادة الإنتاج الزراعي خلال مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان. طبقت مصر الفرعونية الاستراتيجية دي فين؟ في الدولة الوسطى، لما ابن محات الثالث عمل سد اللاهون اللي زرع بسببه 27,000 فدان. يتضح من النص المقابل أن الحضارة المصرية القديمة تتسم به. يعتبر المصريون القدماء أول من عرفوا صناعة الزجاج من الرمال البيضاء المنتشرة في صحراء مصر. تقدم، احنا سبقنا الناس كلها. كان بناء مصريين القدماء للصوامع يدل على رغبتهم في ليه بنوا الصوامع او عايزين ايه من الصوامع. يعملوا امن غذائي ممكن، توفير المحاصيل اللازمه للصناعه لا، تحقيق التكامل الزراعي لا، تحقيق الامن الغذائي ان حتى في وقت الازمه ما يحصليش ازمه، يبقى عندي امان. بعد قراءتك للنص القرآني المقابل الذي يعبر عن الاستراتيجية التي اتبعها سيدنا يوسف في مواجهة الطوارئ، نستفيد من الحدث التاريخي الذي تحدثت عنه الآيات فيه. بسم الله. قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عاما فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. طبعا ده بيورينا ايه؟ حسن التخطيط للمستقبل، ان احنا هيجيلنا 7 سنين حلوين نستفيد بيهم في ال7 سنين الوحشين، فاحنا ما كلناش وشبعنا ورمينا لزياده، لا ده احنا خزنا كويس من الحلو للوحش. تخطيط للمستقبل. تدل صناعة المصري القديم للزجاج من الرمال البيضاء على التقدم في علم، طبعا دي كيمياء، تحويل مادة من شكل لشكل، دي كيمياء. تعددت استخدامات نبات البردي مما يدل على ان هو كان شاطر او ان هو كان عارف الاسرار. عدم اتقان لا، ضرورة وراثة لا، معرفة مصر القديم اسرار المواد الخام، كان عارف سرها، كان عارف تستخدمها ازاي. توسع المصريون القدماء في إقامة مشروعات الري، دليل على تقدمهم في علم، كانوا شطار في الري. هندسة، بيبنوا سد، فالسد ده محتاج ايه من دولة؟ هندسة. اتسمت الحكومة في مصر القديمة بإدارتها السليمة للأزمات، فترتب على ذلك إقامة عملوا ايه للأزمات؟ السدود المائية، لما يحصل فيضان نخزن المية لوقت الأزمة. اختار ابن محات الثالث الفيوم لإقامة سد اللاهون، يرجع ذلك لأسباب جغرافية، عشان في هناك بقى مكان ينفع يتعمل في السد. الإجراءات التي اتخذها سيدنا يوسف خلال فترة الجفاف التي حلت بمصر قديما تدل على معرفته بشؤون، طبعا ينفع الزراعة والري، ممكن التجارة والزراعة، ولا الزراعة والصناعة، ولا صناعة وتجارة، لا الزراعة والري.
خش على الاسئله المقاليه، وانا عشان ما اضيعش وقتك هقول الاجابه ببقي ومش هكتبها عشان بس ما نضيعش الوقت عليك. انا عارف ان الوقت بتاعك يعني ثمين، وقته مش هينفع يضيع. قارن بين سد اللاهون والسد العالي من حيث النتائج المترتبه على بناء كل منهما. الاثنين حمونا من الفيضان او حموا اراضي مصريه من الفيضان، بس سد اللاهون كان بيحمي اراضي الفيوم بس. طب والسد العالي لا، بيحمي اراضي الوادي كله والدلتا كلها على فكره. سد اللاهون كان بيخزن الميه بس، السد العالي كان بيولد كهرباء. تمام. سد اللاهون ظهرت بسبب مدن جديده، السد العالي ما ظهرش بسبب مدن جديده قد ما خلانا نزرع طول السنه، قبليه كنا بنزرع موسم واحد في السنه. عرفت مصر خلال تاريخها الفرعوني الاداره السليمه لمواجهه الازمات الاقتصاديه ووضع استراتيجيات لمواجهه الطوارئ. عندك عايز مثالين تاريخيين، عندنا ان محات الثالث اللي عمل سد اللاهون عشان نخزن الميه وقت الفيضان نستفيد بيها وقت الجفاف، فده بيتعامل مع الازمات من قبل ما تحصل اصلا. عندك كمان قصه بقى سيدنا يوسف، 7 بقرات سمان ياكلهن 7 عجاف، 7 سنين حلوين هيجي بعدهم 7 صعبين. فقصه سيدنا يوسف تمشي من خلال دراستك لسد اللاهون. وضح اثاره العمرانيه. طبعا ظهرت بسببه 27، لا مش 27، ظهرت بسببه مدن جديده على بحيره موريس، دي النتيجه العمرانيه بتاعته. كانت جميع الاراضي في مصر القديمه ملكا للملك، وانعدمت الملكيه الخاصه للاراضي خلال هذه الحضاره العريقه. هذه العباره صحيحه ام خاطئه مع ذكر السبب؟ طبعا خاطئه. ليه خاطئه؟ لان كان في اراضي خاصه زي اراضي كبار الموظفين والجنود المخلصين تقديرا لمجهوداتهم او لولائهم. كان في كمان اراضي الاوقاف اللي بتكون مخصصه للايه وايه، للمقابر والمعابد. ميز المصري القديم في الاهتمام بين انواع الصيد المختلفه، دليل على صحه العباره السابقه. طبعا لان كان عنده صيد البر للاغنياء وعليه القوم بالصيد من الصحراء، اسود وغزلان، وما كانش ليه جدوى اقتصاديه. كان كمان عنده صيد البحر او صيد السمك بقى، مش البحر، صيد السمك، وكان بيصطاد سمك من الترعه او من نهر النيل او من البحيرات، وكانوا بيهتموا بيه للغذاء خاصه الطبقه الفقيره. كان للدوله المصريه القديمه دور فعال في تنميه الصناعه، دليل على صحه هذه العباره. الدوله عملت ايه عشان تزود الصناعه؟ قال لك بعتت بعثات التعدين، بعتت ناس تجيب معادن، استخرجت او بعتت معاهم ناس تحميهم وتامنهم. كمان الملك كان بيتفخر انه بيدي الصناع حقهم وبيمنع عنهم السخره. دلوقتي معادنا مع واجب الجزء الثاني من الحياه الاقتصاديه، ركز معايا. اختر الاجابه الصحيحه من بين البدائل التاليه. عدم وفرة بعض انواع المواد الخام لم يقف حائلا امام ابداع صنع المصري القديم، وظهر ذلك في صناعه ايه اللي ما كانش موجود وصنعناه بردك؟ السفن. اللي ما كانش موجود الخشب، صنعنا السفن. لا عشان احنا اشترينا بقى الخشب من سنفرو، او في عهد الملك سنفرو من فينيقيا، وفي عهد حتشبسوت من بلاد بونت ومن النوبه كتير. اي من الصناعات المصريه القديمه اللي اعتمدت بشكل رئيسي على مواد خام محليه. من دولت خدنا منها حاجات من مصر بس. صناعه الزجاج كله من الرمال البيضاء المنتشره في صحراء مصر. شهدت التجاره الخارجيه لمصر الفرعونيه عقبات طبيعيه سرعان ما تغلب عليها المصريون في عهد. طبعا الكلام هنا على الجنادل، الجنادل اللي اتغلب عليها سنوسرت الثالث اللي تبع عصر الدولة الوسطى. السمة التي غلبت على طبع علاقات مصر مع قارة افريقيا كانت السمة التجارية، بنتاجر معاهم. ساعد على نشاط التجارة الداخلية في مصر الفرعونية اللي خلانا نتاجر مع بعض. اكتر حاجة من دولت تنوع المحاصيل. كانت التجارة الخارجية لمصر الفرعونية تواجه العديد من العقبات الطبيعية، ولكنها انتهت في عهد سنوسرت الثالث. كلام على الجنادل، وسنوسرت الثالث عمل قناة في الجندل الأول. كان لازدهار التجارة الخارجية في مصر القديمة أثر في الصناعات. التجارة الخارجية في الدولة القديمة الخشبية. الدولة القديمة عندك مين في الدولة القديمة درسناها؟ سنفرو اللي بعت 40 سفينة لفينيقيا لجلب خشب الأرض. أصبحت وسائل النقل البرية أهو في مصر الفرعونية أكثر سرعة من عصر الدولة الحديثة، لما عرفنا العجلات الحربية في الانتقال الثاني واستخدمناها في الحديثة. أهم ما صدرته مصر القديمة إلى شمال السودان، إيه أكتر حاجة صدرناها لشمال السودان؟ خشب ما عندناش، جلد لا ما أعتقدش، معدنية بعتنا لهم نحاس وحاجات زي كده. سبق قدماء المصريين البرتغاليين في اكتشاف طريق رأس رجاء الصالح، وذلك في عصر النهضة. مين اللي اكتشف الطريق ده قبل الفراعنة قبل البرتغال؟ الملك نخاوي اللي استعان ببحارة فينيقيين عشان يلفوا حوالين أفريقيا، وقعدوا 3 سنين. في ضوء تطبيق مضمون النص المقابل، أي من الأشياء شكلت أساس التعاملات المصرية القديمة التجارية؟
لا تجعل الميزان غير متوازن، دي حكمة دي، ولا تغش في القمح، ولا تقلل سعة مكاييل المكاييل، ولا تزد الوزن لصالحك إلا ذقت وبال أمرك، ومن يغش تمقته عين الآلهة. إيه أساس التعاملات التجارية بتاعتنا؟ أقوال، هي مكتوبة هنا غلط مش المؤرخين، معلش دي غلطة، الحكماء، دي غلطة يا ولاد في الكتاب. استخرج من الخريطة التي المقابلة أي من هذه الجهات انطلقت منها رحلة الدوران حول إفريقيا في عهد نخاو. طبعا هي بدأت من خليج السويس، يبقى ممكن نقول شرق مصر. ماشي. حدد من خلال الخريطة المقابلة خط سير السفن التي كانت ذاهبة إلى بلاد بونت لاستيراد خشب الأبانوس، كانت تتجه ناحية بلاد بونت أهي، مصر أهي، فهتمشي كده السفينة، يبقى الجنوب، ممكن الجنوب الشرقي. فين الجنوب الشرقي؟ أهو. نكمل. تعرف الجنادل بأنها مجموعة من الصخور النارية الصلبة أهي، تعريف الجنادل، تعترض مجرى النهر، نتجت عن حركات وتصدع المنطقة. عالج المصريين القدماء هذه الظاهرة بهدف تنشيط الاتصال التجاري. مفيش تجاري يا مستر، ما هي التجارة تبع الاقتصاد يا عم. مين يتضح من الخريطة المقابلة أن قناة سويس تصل بين، الخريطة بتورينا أن قناة سويس توصل ما بين نهر النيل والبحر الأحمر. طب موجودة ولا مش موجودة؟ النيل والبحر، نيل وبحر، بس بردك ممكن تربط ما بين نيل وبحرين، لا بس هي نيل وبحر بس. استعان نخاوي الثاني بالفينيقيين في رحلة الدوران حول أفريقيا، وكانت بسبب ليه نخاوي الثاني استعان بالفينيقيين عشان يلف حول أفريقيا؟ عشان هم شطار في المية. تعال نشوف واحدة منهم، مهاراتهم في الملاحة البحرية. قام الملك نخاوي الثاني بأول محاولة في التاريخ للدوران حول أفريقيا، وكانت هذه الرحلة سبب في التأثير والتأثر بين الحضارة المصرية القديمة والحضارات الفينيقية، من خلال استعانته فيها بالبحارة الفينيقيين. في ذلك نستنتج من العبارة السابقة أن الحضارة المصرية القديمة تتسم بتأثير أو التواصل الحضاري والتدين، لا أنا عايز تواصل حضاري ماشي، وتقدم. احنا تواصلنا مع الفينيقيين وان احنا متقدمين في ان احنا اول ناس نلف حول افريقيا. طبعا هتقولي ما الفينيقيين اللي داروا، احنا اللي جايبينهم يا حبيبي، احنا اللي صاحب الفكره، صاحب الفكره هو الاساس دايما. كان حرخوف اعظم رحاله في الدوله القديمه، ماشي، واشهر رحلاته كانت في الجنوب، مما يدل على اهتمامهم بان احنا نتاجر مع الجنوب او نتواصل تجاريا مع الجنوب، تنميه التجاره مع افريقيا. تدل الصوره المقابله كرسي خشب على إحدى الصناعات الفرعونية، وتستنتج أن مواردها الخام تم استيرادها من يا لبنان يا بونت يا فينيقيا، يا لبنان قصدي، يا بونت، فينيقيا قصدي، يا لبنان يا بونت يا النوبة. طبعا اللي في الاختيارات لبنان، طبعا لبنان هي فينيقيا، معلش أنا لخبطت. تأثرت المنتجات النوبية ببعض الصناعات المصرية. تدل هذه العبارة على إحدى خصائص الحضارة المصرية القديمة، وهي المنتجات النوبية تأثرت بينا، وده بيبين ان احنا متقدمين حضاريا او ممكن تواصل. بس استنى نشوف بعض الصناعات المصريه دول بقى على احدى خصائص، لا انا مايل اكتر، معلش انا احب دايما اكون امين مع اولادي. ليه؟ التواصل الحضاري، ان احنا كده عملنا تواصل، هم اتعلموا مننا عادي. تاثرت منتجات النوبيه ببعض المنتجات المصريه زي الاقمشه واستعمال الخرز في زخرفه الملابس. تدل العباره على وجود التواصل بين مصر وبلاد النوبه، نفس الجمله اللي فوق بينت لنا كلمه التواصل اهو. من الناحيه، ممكن الناحيه الاجتماعيه، هو بيقلدوا المجتمع بتاعنا، لبسنا زي لبسهم. تعال نشوف المقالي، وزي ما قلنا هنحل المقالي بالبق بس عشان ما اضيعش وقتك. ارسلت مصر الفرعونيه في عهد حتشبسوت بعثات تجاريه الى بلاد بونت لاستيراد الخشب الابانوس. في ضوء تلك العباره وضح من الصناعات اي من الصناعات استفادت من هذه الرحله. طبعا شفت حد كتابه مكتوب الصناعات الخشبيه، ايوه حبيبي قول لي، سفن، ابواب، مراكب، لا مش مراكب، ما السفن هي مراكب، اساس، توابيت، تقول لي بقى كل الكلام ده. الدوران حول افريقيا، رحلات حتشبسوت لبلاد بونت، بناء سد اللاهون. من خلال دراستك
للأحوال الاقتصادية لمصر الفرعونية يرتب الأحداث السابقة من الأقدم إلى الأحدث، محدد النتائج المترتبة على كل حدث. مين أقدم واحد في كل ده؟ سد له. إيه نتيجته؟ عملنا بسببه أو زرعنا بسببه 27,000 فدان، وظهرت مدن جديدة على حوالين بحيرة موريس. بعد كده رحلات حتشبسوت، دي تاني حاجة. جابت زرع نادر، جابت لنا خشب البخور، عطور، عاج، ايه تاني يا باسم؟ في حاجة ناقصة، بعض الحيوانات النادرة اللي ما شفناش قبل كده، زراف وقرود وفهود. الدوران حول افريقيا، طبعا دي قعدت 3 سنين، نتيجتها ايه؟ رجعت الرحلة محملة بقى بخيرات افريقيا من الموانئ اللي مروا بيها. دلل تاريخيا على صحة العبارة التالية: حققت مصر وبلاد النوبة مفهوم التبادل التجاري، لأن احنا صدرنا لبعض حاجات، احنا صدرنا لهم حاجات وهم صدروا لنا حاجات. طبعا مش لازم نكون حافظهم، قد ما انت تكون عارفهم واكتب لي 3 4 منهم كفاية. ما النتائج المترتبة على وجود الجنادل في مجرى نهر النيل وكيف تعامل معها المصريين القدماء؟ نتيجة وجود الجنادل حاجتين: حمتنا من الجنوب، ده خدناها في درس عام القيم الحضارة، وأعاقت التواصل التجاري مع الجنوب أو التواصل مع الجنوب. طب اتعاملنا معاه ازاي؟ الملك اسمه سنوسرت الثالث عمل قناة في الجندل الأول، وده كده هو سهل التجارة مع شمال السودان أكتر. كان نهر النيل محور سياسة مصر اقتصادية، هل توافق على صحة العبارة السابقة ولماذا؟ طبعا أوافق، لأن نهر النيل علمنا الزراعة وده أساس الاقتصاد بتاعنا أصلا. نهر النيل كمان ساعدنا في صناعات إيه دي؟ عندك صناعة البردي قايمة مع الزرع، عندك صناعة الفخار قايمة على الطينة. كمان نهر النيل سبحان الله ساعدنا في التجارة، ما هو كان بيخلينا ننقل بضايع ما بيننا وما بين بعضينا، وفي نفس الوقت منه بنخرج منه بقى على البحر المتوسط ونتاجر مع ناس كتير. فالنيل كان شغال في الثلاثه، في الزراعه والصناعه والتجاره، محور الاقتصاد. فسر: وضع المصريين القدماء القوانين في المعاملات التجاريه. ليه؟ قال لك عشان تنظيم وحمايه القوانين ومعاقبه من يغش في التجاره. اثبت بالدليل قوه العلاقه التجاريه والاجتماعيه بين مصر الفرعونيه وبلاد المجاوره في العالم القديم. طبعا هنتكلم هنا عن علاقه مصر بالنوبه، هقول له بقى ان احنا تاجرنا مع بعض وصدرنا لهم ايه وصدروا لنا ايه، لسه قايل لك عليها فوق كفايه 3 4. وكمان هم اتعلموا وعملوا قماش زينا، دي علاقه اجتماعيه، وزخرفوا القماش بتاعهم بالخرز زينا، علاقه اجتماعيه. دلوقتي ميعادنا مع واجب المحاضره التاسعه اللي هو واجب الجزء الاول من الحياه السياسيه. حدث تغيير في اسلوب الحكم في مصر الفرعونيه اعتبارا من امتى نظام الحكم اتغير؟ ممكن مثلا ايه، نهايه عصر الدوله القديمه ولا بدايه الوسطى؟ لا بدايه الوسطى. ايه اللي حصل؟ فهمني يا مستر مش فاهم. قال لك في نهايه القديمه حصلت الثوره، فعشنا في حاله اضطرابات طول الانتقال الاول لغايه ما بتبدا الوسطى، وبنبدا بقى نطبق الحاجات اللي عشانها عملنا الثوره، نلغي بقى الملكيه المطلقه ونجيب مقيده وكده. الاشراف الملك على المشروعات منحه السلطه تنفيذيه، كان يجمع في يده معظم السلطات التشريعيه والتنفيذيه والقضائيه في مصر الفرعونيه. مين اللي معاه كل السلطات ده؟ طبعا الوزير، مفيش وزير في الاختيارات، يبقى رئيس الاداره المركزيه. يتشابه كل من سنوسرت الثالث ومن تحتب الثاني، سنوسرت الثالث ومن تحتب الثاني، الاثنين اخضعوا حكام الاقاليم، اخضاع حكام الاقاليم لسلطته. حرص الفرعون في بدايه ظهوره منصب الوزير على اختياره من ضمن في الاول اهله. فين اهله؟ اهل الثقه، ما بثقش غير في اهلي، ده الطبيعي. اعطى الملك في مصر القديمه لوزيره بعض السلطات، كان بيديله سلطه ايه؟ طبعا تشريعيه ماشي، دينيه لا، عسكريه لا، تشريعيه وتنفيذيه ماشي. اي من الادارات العامه في مصر الفرعونيه تتشابه في مهامها مع وزير الماليه؟ مين من الادارات شبه وزاره الماليه؟ اداره مخازن الغلال. كانت اول ثوره اجتماعيه في تاريخ مصر الفرعونيه سببا في ظهور جيل جديد يتسم به انه بيعتز بنفسه وبقدرته مش باهله وعيلته. تم تقسيم منصب الوزير بين 2 في الحديثة على اساس جغرافي، واحد للشمال واحد للجنوب. أي من هذه العوامل كانت أكثر تأثيرا في الوحدة التاريخية في مصر القديمة؟ العوامل الجغرافية أعتقد، نهر النيل وانبساط الأرض والثروات والخيرات. تشابهت سلطات الوزير مع سلطات الفرعون في مصر القديمة، ولكن انفرد الوزير بسلطة لا يعمل بها الفرعون، وهي إيه اللي موجود مع الوزير مش موجود مع الفرعون؟ القضاء. الوزير رئيس المحكمة العليا، بس الاثنين بيحطوا قوانين، يعني حسن القوانين لا، الملك بيسن والوزير بيسن، الاثنين بيكتبوا القانون، بس الوزير قاضي، الملك مش قاضي. والاثنين برضو بيشرفوا على المشاريع، والملك بس بيقود الجيش.
كان الملك في مصر الفرعونية يفوض بعض سلطته الملك بيدي من سلطته لمين؟ للوزير. كان معظم دواوين الحكومة في مصر الفرعونية لإدارة شؤون البلاد الاقتصادية، معظمها الاقتصادي. تشابه مهام الوزير مع الفرعون فيه. مهام الوزير والفرعون متشابهين الاثنين، معاهم ايه؟ سلطة تشريعية. الاثنين بيكتبوا قوانين، لسه قايلينها فوق. استمدت مصر قوتها السياسية في فترات الازدهار من قوة الملك. تقديم أهل الكفاءة يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين أبناء الوطن. بدأ الاهتمام بتحقيق المبدأ في مصر الفرعونية من خلال منصب الوزير منذ عهد بعد الوسطى، بعد القديمة قصدي. في القديمة أهل الكفاءة أهل الثقة بس، فمن بعد القديمة مين دولت؟ بعد القديمة الوسطى، بعدها على طول، لأن كل ده بعد القديمة كده كده. قال الملك للوزير: الوزارة ليست حلوة المذاق بل إنها مرة، فمعاملة القريب والبعيد تكون واحدة. ما القيم التي تتعلمها من العبارة؟ القريب والبعيد تكون واحدة، عدل ومساواة، لأن الاثنين زي بعض، مفيش حد أحسن من حد. أما الجزء من خطاب الملك إلى وزيره، في ذلك النص يطلب الملك من وزيره تطبيق عامل من تعرفه معاملة من لا تعرفه، والمقرب من الملك كالبعيد عنه. واعلم أن الأمير الذي يعمل ذلك سيستمر هنا في هذا المكان أيا كان شأنه في الدولة. العدل والمساواة، بس مفيش مساواة، العدل. إذا كانت الوحدة هي القوة والاستقرار، وفي التفرقة الضعف والانهيار، فإذا طبقنا هذه العبارة السابقة على الخريطة المقابلة نجد أن مصر في تلك الفترة كانت في حالة، خريطة اللي قدامك الوحدة قوة واستقرار والتفرقة ضعف وانهيار. احنا كنا متقسمين مملكة شمال ومملكة جنوب، فكنا في ضعف وانهيار. فين الضعف والانهيار؟ ضعف وانهيار. قامت ثورة 25 يناير 2011 نتيجة بعض الأسباب، من ضمنها تزوير انتخابات مجلس الشعب 2010. أحدد أي من أسباب الثورة الاجتماعية في مصر الفرعونية يتشابه مع ذلك السبب. طبعا السياسي، إن الملك كان قاعد على قلبنا بقاله كتير قوي ووحش. كان من مهام الفرعون في مصر القديمة إصدار القوانين والمراسيم، مما يدل على امتلاكه السلطة تشريعية. بيكتب قوانين ومراسيم يبقى تشريعية. رئاسة الوزير المحكمة العليا تدل على امتلاكه السلطة. رئيس المحكمة سلطة قضائية مش تشريعية، في شطار كتيرة بيتلخبطوا. أمامك نص من وصايا بتاع حتب لابنه تؤكد تلك الوصايا ضرورة التحلي ككل مسؤول بقيمة. إذا كنت حاكما فكن عاطوفا، خليك قلبك حنين، مستأنيا عندما تصغي إلى شكوى مظلوم، ولا تجعله يتردد في أن يفضي إليك بداخله بداخلية نفسه، بل كن به رفيقا ولحاجته قاضيا ولظلمه مزيلا رافعا. هنا عايزك تكون ايه؟ ممكن مش عدل ومش مساواة بصراحة، عطوف ومستأني، تسامح. وممكن عدل بس لا، أنا شايفها تسامح أكتر. كان من ضمن أهم أعمال الملك سنوسرت الثالث، طبعا قناة سيزوتريس، بس هنا دي سياسة، بس برضك في الامتحان مش هيفرق يقول لك ده إيه وده إيه، بس هنا ممكن يتكلم عن حكام الأقاليم وإضعافه ليهم. القيام بإصلاحات إدارية في مصر الفرعونية، فترتب على ذلك إن بقى مسيطر على حكام الأقاليم، فالسلطة اللامركزية قلت والمركزية زادت. لا مركزية قلت، مركزية زادت. تعال نشوف بقى نهوض مستوى الإدارة المركزية. المركزية زادت أهي. نكمل. قال الشيخ الشعراوي: الثائر الحق هو من يثور على الفساد ثم يهدأ ليبني الأمجاد. في ضوء العبارة السابقة، أي من التالي كان نتيجة الثورة الاجتماعية اللي قامت في عهد الملك بيبي الثاني؟ تغير العلاقة بين الحكام والمحكوم، ماشي تمشي. تغير نظام الملكية للجمهورية، لا ما حصلتش. إلغاء التوريث، لا ما ملاش علاقة، هي حصلت بس ملاش علاقة. اعتناق فكرة الملكية المقدسة دي قبل الثورة أصلا، بعد الثورة ما اتلغت. يبقى تغير العلاقة بين الحاكم والمحكوم. لم تعرف مصر مبدأ الفصل بين السلطات بدليل إن الفرعون معاه كل السلطة. أمامك نص من وصايا الوزير بتاع حتب لابنه، نستدل من تلك الوصايا على تأثير الوزير بتاع حتب بمهام عمله إذا كنت زعيما على قوم فتصرف في شؤونهم بما تقضي به قواعد القانون والأنظمة. اتأثر بإيه هنا؟ رئيس المحكمة العليا، هو رئيس المحكمة، فبيقول لك قوانين يا عم امشي بالقانون. نظر المصري القديم للفرعون نظرة مختلفة بعد قيام الثورة الاجتماعية. في ضوء العبارة السابقة،
اكتسب المصري القديم عدة قيم من هذه الثورة كانت أبرزها المساواة، إن إحنا بني آدمين زي بعض، مفيش حد أحسن من حد. كانت سلطة التشريعية في مصر القديمة في يد الفرعون، والدليل على ذلك ما قام به. مين الملك اللي استخدم سلطة تشريعية في كفاح مش كفاح ملامح من تاريخ مصر؟ حورمحب. استخدم القوانين عشان يقضي على الفوضى اللي سابها له إخناتون. تركزت كل السلطات في يد الملك في مصر الفرعونية حتى نهاية الدولة القديمة، وكان دليلا على ذلك سيادة فكرة التفويض الإلهي. ممكن إن الملك ده جاي من عند الآلهة. طبعا بعد كده عملنا الثورة وبقى الملك جاي من عند الآلهة بس يسمع كلامنا برضه. أجب عن الأسئلة الآتية. جنت مصر ثمار أول ثورة اجتماعية في التاريخ في الجانب السياسي. اشرح هذه العبارة. طبعا إن بقى العلاقة ما بين الحاكم والمحكوم اختلفت، بقى الملك مش مطلق، بقى ملكيا مش ملكية مطلقة، ملكية مقيدة بيلتزم فيها بالقوانين، رفعت من قيمة الفرد. بقى في طبقة بتعتز بنفسها وبقيمتها هي، مش بحسبها ونسبها. كمان بقينا نبص للملك على انه حاكم بيجب ان يرعى مصالحنا ويحقق امانينا. تكتب كل ده. ما وجه الشبه بين الوزير بصفته رئيس مجلس العشرة الكبار ورئيس الوزراء في مصر في وقتنا الحالي؟ ان الاثنين بيرأسوا الاداره المركزيه، الاثنين بيرأسوا الشؤون الاداريه في الدوله، بيكونوا وسيط ما بين الحاكم والشؤون الاداريه. وضح العلاقه بين احد عناصر الحكم في مصر الفرعونيه وبين التقسيم الاداري لمصر. علاقه ما بين حكام الاقاليم، عناصر الحكم اهي، والتقسيم الاداري ان كل اقليم ليه حاكم، واحنا عندنا 42 اقليم، فعندنا 42 حاكم اقليم. في ضوء العباره السابقه المقابله حدد بعض العوامل الاخرى التي ساعدت على قيام الوحده المصريه القديمه. في عوامل كتير زي نهر النيل ده ماشي، وانبساط الوادي ماشي، وخصوبه الارض ماشي. هنا هنزود ايه؟ المصري المحب الوطن. نص امامك نص من خطاب الملك عند تنصيب الوزير في مصر الفرعونيه. حدد احدى نصائح الملك التي تحث الوزير على التحلي بصفه المساواه، ولماذا؟ طبعا لا تنسى ان تحكم بالعدل، لا. الوزاره ليست حلوه، لا. عامل من تعرفه، هي دي. عامل من تعرفه معامله من لا تعرفه، والمقرب من الملك كالبعيد عنه. طب ليه كده؟ قال لك عشان يبقى الناس كلها بيتعاملوا نفس المعامله، معامله الناس جميعا على حد سواء. دلل تاريخيا على صحة العبارة الآتية. تعددت مهام الوزير في منصب الفرعون أو في مصر الفرعونية. اشرح بقى الوزير كان بيعمل إيه؟ بيساعد الملك في إدارة شؤون البلاد، بيرأس الإدارة المركزية، رئيس المحكمة العليا وبكده كبير القضاة، بيسن بعض القوانين بتفويض من الملك، معاه سلطات كتير وبيعمل حاجات كتير. فسر العبارة التالية. كان للدين أثر واضح في حياة المصريين السياسية، لأنهم قاموا بتقديس الملك، والملك كان في إيده سلطة دينية ودنيوية، خلينا في الدينية، وبيتحكم في حياة المصريين الدينية كلها. أيد صحة العبارة الآتية تاريخيا. شهدت الدولة الوسطى تغيرا ملموسا في التنظيم الإداري بمصر الفرعونية. لأن الملك سنوسرت الأول، لا بس ممكن، لا مش دي، هنقول لأن الملك سنوسرت الثالث مش الأول حط نظام يخلي الأقاليم خاضعة لسلطته هو بس، وألغى نظام توريث حكام الأقاليم. مجلس النواب المصري في وقتنا الحالي هو السلطة التشريعية. مجلس النواب النهارده هو اللي بيكتب القوانين يا ولاد، الانتخابات شغالة، ويتولى اختصاصات مختلفة ومستقلة عن مهام رئيس الجمهورية. في مصر الفرعونية تركزت في يد الملك جميع السلطات التنفيذية والتشريعية وغيرها. أي من العبارتين تفضل ولماذا؟ طبعا النظام اللي احنا عليه النهارده، إن عندنا حد معاه سلطة تنفيذية وعند التشريعية، وحد تاني معاه سلطة تنفيذية. كده السلطات لما تتقسم ده هيعمل حالة من العدل، كله هيخاف من بعضه. الحاكم يقدر يحاسب النواب، يقدر يتعامل معاهم يشوف بيعملوا ايه غلط، وهم مش هيعملوا غلط غالبا، والنواب من حقهم يحاسبوا الحاكم. فكده بيبقى في نظام. يبقى النظام الاول، ولانه طبعا يوجد به فصل بين السلطات فلا يوجد من يستغل السلطه لصالحه. ماذا يحدث اذا كان مصر يفصل بين جنوبها وشمالها سلسله جبال كبيره؟ طبعا مش هيحصل بقى الوحده التاريخيه، ومصر مش هتتحد اصلا، وهتكون دولتين ومش هيكونوا بنفس القوه بتاعت الدوله بتاعتنا دلوقتي. اخر واجب معانا النهارده وهو واجب المحاضره العاشره. طبعا ده واجب الحياه السياسيه والاداريه بس الجزء الثاني.
اختر الإجابة يلا كالعادة. تشابهت أعمال محمد أنور السادات في الحرب والسلم مع أحد حكام مصر القديمة. مين الراجل ده؟ قال لك رمسيس الثاني، حارب وعمل سلام. كان من مهام شرطة المعابد في مصر الفرعونية حماية مقابر الفراعنة حتى لا يتعرض لها اللصوص. وهو الدور الذي تقوم به حاليا. مين اللي بتقوم بالدور ده دلوقتي؟ شرطة الآثار. أي من هذه المدن كانت عاصمة الإمبراطورية المصرية القديمة في العصر العتيق؟ منف. نعرمر اختار منف كعاصمة. حرص المصريين القدماء على السيطرة على غرب آسيا لتحقيق أهداف غرب آسيا أمنية، نحمي حدودنا. العدو بدل ما يهجم على حدودك لا يهجم على البلد اللي جنبك أصلا قبليك، اللي أنت مسيطر عليها يعني. الرقي والتحضر من سمات المجتمع المتقدم. طبق الجيش المصري هذه السمة داخليا مع المدنيين. كان لمحمد علي باشا الفضل في تأسيس جيش مصر النظامي في التاريخ الحديث ولكن سبقوا في ذلك خلال تاريخ مصر الفرعونية. مين اللي عمل لنا الجيش الأساسي؟ الملك بيبي الأول هو اللي أسسه. تأسيس بس. تعرض الأمن القومي المصري لخطر من جانب الحدود الشمالية للبلاد في الحديثة في عهد الملك رمسيس الثالث اللي جه هجم عليه شعوب البحر المتوسط. طبق مبدأ ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. أحمس طرد الهكسوس اللي حاربونا واحتلونا. تحتمس الثالث السياسي البارع طلب من رؤساء القبائل والأمراء في آسيا أن يبعثوا بأبنائهم مصر لينشأوا نشأة مصرية في القصور الملكية. في دول العبارة السابقة فإن الهدف الذي سعى إليه تحتمس الثالث هو أن يعمل علاقات اجتماعية وسياسية. تأمين حدود مصر الجنوبية لا، الاحتفاظ بهم كأسرى لا، إنقاذ مصر من الأعداء لا، خلق جيل يشيب الولاء لمصر، يبقى بيحب يسمع كلام مصر. الهجوم خير وسيلة للدفاع. طبق أحد ملوك مصر الفرعونية هذا المبدأ في خلال عصر الدولة الحديثة لما أمراء آسيا تحالفوا على تحتمس الثالث بقيادة أمير قادش كانوا هاجموا علينا، هو ما استناش إنهم يهاجموا علينا وهو اللي هاجم عليهم. دولة القانون هي الدولة التي تنشئ القواعد التي يتم تطبيقها من خلال المؤسسات الاجتماعية أو الحكومة لتنظيم السلوك. طبقت مصر الفرعونية مقولة سابقة نتيجة الحراك الاجتماعي. من ضمن أهمية دراسة علم التاريخ القدوة الصالحة والشعور بالمسؤولية. أي مملوك مصر الفرعونية يمكن أن تنطبق عليه تلك الأهمية؟ قدوة صالحة وشعور بالمسؤولية يبقى أحمس. حاسس إن هو مسؤول إن هو يطرد الأعداء، وقدوة صالحة لازم نحتذي به. استخرج من الخريطة المقابلة معارك رمسيس الثالث كانت تأمينا لحدود مصر من ناحية، طبعا رمسيس الثالث هجم عليه ناس من الشمال هنا يبقى من ناحية الشمال. اتبع تحتمس الثالث مع أمراء ورؤساء القبائل في آسيا سياسة القوة الناعمة، والدليل على ذلك إنه خد عيالهم. إقامة روابط ثقافية واجتماعية معهم، خد عيالهم يربيهم فنشر الثقافة بتاعتنا عندهم وربى العيال فكده علاقة اجتماعية. يرجع اهتمام المصريين القدماء ببلاد النوبة إلى أسباب للمصريين كانوا مهتمين قوي ببلاد النوبة. طبعا عشان يتاجروا معاهم اقتصادية وعشان نحمي نفسنا من هجمات البدو عسكرية. كانت الأخشاب المصرية رديئة مما اضطر المصريين لاستيرادها من الخارج. في ضوء مضمون العبارة في أي عصر كانت مصر أكثر احتياجا لاستيراد الخشب؟ طبعا في الحديثة. اشمعنى؟ عشان عملنا الأسطول اللي حمينا بيه حدودنا. أجب عن الأسئلة الآتية. ما وجه الاختلاف بين الملك بيبي الثاني والملك أحمس؟ الاختلاف إن بيبي الثاني كان ضعيف معرفش يسيطر على البلد وحصلت ضده ثورة، أما أحمس كان قوي رجع للبلد قوتها وطرد الهكسوس، عكس بعض تماما ما شاء الله. من كلمات الحكيم إني اتخذ من شرطي شريعك صديقا لك ولا تجعله يثور عليك. في دول العبارة السابقة وضح العلاقة من الشعب والشرطة قديما وحديثا. دي بتاعتك انت بقى. قديما كان المصريين يحترمون او كان للشرطة مكانة مميزة بين افراد الشعب، اما حديثا دي بتاعتك انت. شوف انت بتبص للشرطة ازاي. ماذا كان يحدث اذا لم تتباين وظيفة السفن في مصر اثناء الدولة القديمة والحديثة؟ لم تتباين وظيفة السفن في مصر اثناء الدولة القديمة والحديثة. طبعا ما كناش هنحمي نفسنا في الحديثة. طبعا في القديمة ايه اللي حصل للسفن؟ كنا بنتاجر بيها بس. اما في الحديثة بقينا نعمل سفن حربية فقدرنا نحمي نفسنا في زمن رمسيس الثالث.
يبقى لن يستطيع رمسيس الثالث التصدي لشعوب البحر المتوسط، ولن يهزمهم، ولن يستعيد السيطرة على سواحل مصر الشمالية. أيد صحة العبارة التالية: تاريخيا شكلت الحدود الشمالية الشرقية خطرا كبيرا على مصر خلال تاريخها الفرعوني، حيث تحالف شعوب أو قبائل أو الملوك بتوع آسيا بقيادة أمير قادش ضد الملك تحتمس الثالث، وخرجوا عن الحكم المصري، ولذلك خرج إليهم تحتمس الثالث وانتصر عليهم وأخضعهم لحكم وسيطر عليهم. وبكده نبقى خلصنا المراجعة بتاعتنا. يا رب تكون فادتكم، يا رب تكون طمنتك على الامتحان. اتمنى تكونوا خارجين من الامتحان مبسوطين بسبب المراجعة دي، واتمنى اشوفكم على خير ان شاء الله في حصتي. سلام.